بالله يا جماعة نحبكم تجاوبوني بصراحة، انتم مع ام ضد انه الكنزاري واصل لنهاية الموسم؟ مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد باش نحكيو فيه على تشكيلة الترجي ضد سيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا. يا جماعة تبعوا معنا الفيديو للنهاية وماناش باش نطول المقدمة اكثر، ندخل مباشرة في التفاصيل. واول حاجة هي حارس المرمى البشير بن سعيد، ان شاء الله باش يكون هو الاساسي في المباراة هذه. بصراحة باش نحكيو في وسط الفيديو على مهر الكنزاري وانجازاته مع الترجي في المباريات الاخرانية. المهم، وسط الدفاع يا جماعة القنيشي وجلاسي رغم المشاكل، رغم بالحق الكوارث اللي يعملوا فيها القنيشي وجلاسي، إلا أنه المشكلة في المباراة اللي فاتت ضد المستير كانت مشكلة في وسط الميدان بالأساس، لأنه وسط الميدان هو اللي ما قامش بدوره. فبالتالي القنيشي وجلاسي، خاصة القنيشي مش مدافع كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، يعني مضطرين انه نستعمل القنيشي في المركز هذايا على خاطر ما عندناش مدافعين. كما تعرفوا مرياح وتوغاي غايبين للاصابه. به النقطه هذه ما نجموش نبدلوا فيها حاجه بصراحه، ولو انه مثلا انك تحط لاعب في عوض القنيشي كما الوهابي ممكن يكون حل، ولكن ما نتصورش خاطر القنيشي على الاقل عنده مده يلعب في المركز هذا، حتى كان زلط شويه ممكن يعني عاديه. فهمتوا؟ ما تنجمش تلوم الجوار انه يزلط في مركز غير مركزه، مش كيما تحاسبه وهو في المركز متاعه. ستوب ستوب ستوب، بالله ايش معناتها 99% من الناس اللي يتابعوا فينا مش مشتركين؟ رابط لكم تمساح في القناه تاني باش ما تشتركوش، يهديكم ربي. ما نتصورش كان باش تصير تغييرات على مستوى الدفاع بين القنيشي وجلاسي، هذا رايي الشخصي. اما مع ماهر الكنزاري لا توقعات، ينجم يحط لكم جاك دياراش هذا الدفاع عادي. ما عادش نستغرب حتى شيء من المدرب هذايا بصراحه. على اليمين بن حميده، على اليمين على اليمين بن حميده، وعلى اليسار بوزيان. انا في رايي الشخصي زايد يعني تقصر في مركز يعني متاع لاعب اجنبي في خطة ظهير ايمن. علاش؟ بوزيان كيما كيتا، انا مش بدلهم، مش غير كيتا، خرج كيتا ودخل بوزيان في الشوط الثاني، نفس الحكاية، ما ثم حتى التغيير. الزوز يعرفوا يوزعوا، الزوز ينجموا يعملوا لك حاجه بايه في الهجوم. في الدفاع زاد ابو زيان عنده ما يقول في روحه. انا مش عارف التهميش هذا اللي صار للسيد هذايا ابو زيان علاش، مانيش فاهم علاش ما خذاش فرصته كيما ياخذوه اللاعبين الاخرين. حاجه مانيش فاهمها، مش مستوعبها مع المدرب هذا يا جماعه. وصبرنا ياسر، صبرنا ياسر عليه، بعد ما وصلت انا تكلمت اما ما قلت برشا مرات خلي نعطوه فرصه، خلي نعطوه فرصه. اما وين معناتها بالحق بالرصيد البشري هذا وتعمل الكوارث اللي صارت في الجولات اللي فاتت، زوج جولات اللي فاتت، حاجه تدوخ، حاجه ما تركبش، ما تركبش بصراحه. ما نجمش نتقبلها على خاطر عندك رصيد بشري ما عند حتى حد في تونس، وتعمل بالطريقه هذه وكل مره تطلع لنا بتشكيله تحسب روحك انشيلوتي. شنو هذا؟ مش بالطريقه هذه تنجم ترتقي وتحسن ادائك التدريبي. وبصراحه كبير عليه الترجي، مع احترامنا كبير عليه، كبيره ياسر عليه، وبالاسماء اللي جد ترهوج تحسه خش في حيط، دخل بعض جوالات ما كانش يحلم انه يدربهم بده يدرب فيهم. تحسه يعني صار لماس في دماغه ولا كيفاش، ولا كل يوم يدخل لك بتشكيله. يا اخي ثم فريق في الحياه هذه، ثم فريق كل يوم يطلع لك بتشكيله وكل يوم يغير في التشكيله، كل جوله كل جوله. لا، لازمك تثبت تشكيله. والله كان جيت انت برشلونه، انت ريال مدريد، فرق عندها هويه، عندها تكتيك ماشيه بيه، عندها خطه كبيره ماشيه بها، والله نقولوا. اما الترجي مازال ما حطيناهمش جوالات حتى يلعبوا، مازال ما حطيناش ال 11 لاعب اللي يلعبوا ديما في المباريات المهمه. جاي تبدل ليش؟ على الاقل حط فكر، بعتالي ابدا بدل ورتح لاعبين على حساب لاعبين اخرين، وجرب لاعبين على حساب لاعبين اخرين. اما لازم تعمل الباز كي بتبدا تبني بنيه، تبني البازات، ما تبداش بالداله من فوق. فهمتوا؟ هذا هو اللي حبيت نوصله. معناتها ما عنديش مشكله معاه ماري كانزاري، وكي كان يعني يقدم في اداء باهي كنا معاه. اتقى يرجع بصراحه لوسط الميدان بعد العقوبه. والله يعني سمعت انه في البطوله التونسيه بداوا يعاقبوا بعد الانذار الخامس. فهمت علاش حطيت قاف التشكيله اللي فاتت؟ خاطر مشي في بالي انه بدوا يطبقوا فيه القانون، لكن لا، شادين في القانون القديم انه كل 3 انذارات. به اقبلوا كيف كيف ما يتبدلش، ولو انه بصراحه اقبلوا خيبه امل كبيره كما قال الجزيري. بصراحه خيبه امل كبيره بعد التجديد، تحس اللاعب ضمن بلاصته،
ما عادش يقدم في اداء ممتاز. ما عجبنيش خلاص في المباراة اللي فاتت بصراحة، يخسر في برشا كرات وبرشا ديشي. ماهوش اوكبيدو، ماهوش اوكبيدو اللي لعب المرة اللي فاتت. مباراة المستير ضايع فيها، رايح فيها اوكبيدو بصراحة. به امامهم رفيع شفناه لعب معناتها دقايق ضد المستير، ما نقيموش عليهم، ولكن كي تحط لي مقارنه يا سي السيد يا ماهر يا كنزاري بين الجبالي وبين رفيعه، اكيد باش نقول لك رفيعه وما عادش نحيها بصراحه. خلي رفيع يا خويا، خليه حتى اخيب لاعب، حتى تحصل على اسوأ تنقيط في المباراه هذه، خليه يقعد، خليه ياخذ ثقه، اعطيه 4 5 مباريات وبعدين احكم عليه. مش تحكم عليه من 20 دقيقه ولا من مباراه و20 دقيقه، فهمتوا؟ احكم على اللاعبين بعد فتره، مش تحكم عليهم من اول انطباع. اللاعب مازال جديد، مازال كي جاي معناتها ما لعبش ما لعبش برشا في الملاعب التونسيه، وتعرف الملاعب التونسيه، وتو باش يلعب في الملاعب الافريقيه زاد بيانتو. معناتها اللاعب لازم يتعرف على الجو هذا وبعدين تستنى منه رياكسيون. باه هذا بالنسبه لوسط الميدان يا جماعه. تلقى اوغبيدو رفيعه نتصور احسن سيناريو، احسن اسماء. وكما تعرفوا توا مازالنا 3 اسماء اجنبيه لازم يبدا بها. علاش؟ خاطر بوزيان بدناه بكيتا، يعني الوحيد تو اوغبيلو اجنبي، ف3 اتاكونات باش يكونوا اجنبيين، تحبوا ولا تكرهوا. بصراحه المساكني عارفه ماهوش باش يلعب، مادام ما لعباش المباراه اللي فاتت صعيب ياسر باش يكون اساسي المساكني، باش يكون احتياطي. معناتها هذا رايي الشخصي، خاطر الكنزاري مقتنع بالشيء هذا من الاخر. حد اخر مانيش عارف. التوانسه ضو صعيب ديما بديل. معناتها هذا هم 3 اجانب. انا باش نبداو نحكوا عليهم بشوي بشوي. والشمعه المضيئه بصراحه الشمعه المضيئه في الترجي في المباراه ضد المستير هو ديارة. عجبني يا اخويا ملاعبي يفنش، يعني من اول مباراه يمركي لك. هذه حاجه ما تصيرش ديما، خاصه انه كما تشوفوا برشا لاعبين عاجزين على التسجيل من الاخر. ديارة توا وقيد باش تثبت اساسي ديما في التشكيله. كيف يبدا المساكني يلعب اساسي ديارة يكون اتاكون، كي يبدا المساكني يلعب احتياطي ديارة خليه على الطرف الايسر. هذا في الوقت الحالي، بعد تنجم تتبدل رايي ونجموا نبدلوا الخطه. وكان ديارة بالحق يمشي مليح في الجهه اليسار، خليه هو يقعد، معناتها خليه هو ياخذ حظه، ياخذ ثقه، ياخذ وقته في المركز هذا. اذا اثبت روحه وكان يعني لاعب ناجح ولاعب يساعد الترجي في المركز هذا ويعاون الترجي، مرحبا به. ما نبدلوش خاطر المساكني، لا، خليه كل لاعب فك بلاصته، خليه فك. ماذا بينا تصير المنافسه، خلي على الاقل اللاعبين نخرجوا منهم الزيت، مش لاعبين يتفسحوا في الملعب. على اليمين ديارة، على اليمين ساس، على اليمين ساس اوكي سيء جدا ساس في المباراة اللي فاتت. اما ساس اما ابو عالية، وما نتصورش كان باش يبدا السيد هذا ابو عالية اساسي، خاطر عنده مشكلة مع ابو عالية مش عارف علاش ما يبداش بيها اساسي، يبدا كان بساس وبعدين يبدله. فهمتوا؟ انا في رايي ابو عالية خير، لكن ما دام الكنزاري مازال مكمل، مازال مكبشين فيه، فباش يلعب ساس وبعدين باش يدخل ابو علي. هذا هو السيناريو متاعها. هاك علاش حطيت لكم ساس على اليمين. وبصراحه في الاتاك شفتوا الجبري ما قدم حتى شيء. دانهو معناتها على الاقل في اللافريك سجل، في بالي في المباراه اللي فاتت سجل وخذا احسن لاعب هي اللي هيك. فان شاء الله يعني ممكن اللاعب هذايا بما انه اصوله ايفواريه تتحرك يعني قدام الافارقه، يولي الماكينه تخدم ويولي يسجل. فهمتوا؟ ان شاء الله يتحسن اداؤه، خاطر في البطوله ما قدم لنا حتى حاجه باهيه دانهو. ولكن نتصور انه اللاعب هذايا مازال زاد هو مازال ما تنجمش تقيم. علاش؟ على خاطر ما سجلكش مثلا 3 4 اهداف وخذاها الثقه وخرج اكثر ما عنده وبعدين تراجع. فهمتوا؟ لا، هذا مازال ما دخلش في اجواءنا من الاخر. لو يدخل وقتها تنجم تقيمه. كي يسجل لك هدفين ورا بعضهم ولا هدف في مباراه والمباراه اللي بعدها يسجل هدف، وقتها بدت الماكينه تشتغل عنده وبدت الثقه ترتفع، فوقتها يبان ادائها الحقيقي. فهمتوا؟ الجبري سجل وعمل لكن طاح بصراحه. النفس متاعها يعني كان قليل. فهمتوا؟ ان شاء الله الترجي تنجح بالتشكيله هذه، وان شاء الله ماهر الكنزاري ينجح، رغم اني ضد انه يكمل. بصراحه انا شخصيا ضد 100%. السلام عليكم.